يأتي في والشعب الجزائري والطلبة الجزائريين يحيوا ذكرى ومحطة من محطات المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، ألا وهي ذكرى 19 مايو 56 تصادف مع يوم الوطني للطلب. ما نقدروش أننا نحيوا مثل هذه الذكريات، نبرز وفائنا لقيم ديمقراطية رسالة 19 مايو 56 وتمسكنا بمبادئ التحرر، وعلى هذا الأساس وضعناها بوقفة تضامنية مع دفاع ونضال الشعب الصحراوي لآخر قضية الاستعمار في إفريقيا. وكذلك هي رسالة قوية من تنظيمات طلابية من المغرب العربي، من تونس وموريتانيا والجزائر والصحراء الغربية، اللي جاءوا اليوم بصوت واحد يأكدوا على أنها جبهة شعبية مدنية طلابية تحت اتحاد المغرب العربي مناهضة لكل أشكال الاستعمار، ومن أجل تسوية الاستعمار في المنطقة، ومن أجل تمكين الشعب الصحراوي في تغيير المصير، وكذلك حتى يبنوا مغرب عربي قوي مزدهر وتضامن فيه الأخوة والأمن والسلم والاستقرار ورفع كل التحديات وكسب العلم والمعرفة لبناء مغرب الشعوب في كل الشعوب بدون حصر. حقيقة نعرف بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن عندها مسؤولية حفاظ الأمن والسلم في المنطقة، وكذلك هي مسؤولة على تطبيق لوائح الأمم المتحدة لكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. فأمام تعنت المملكة المغربية في عدم امتثالها للشرعية الدولية وأمام خروقات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والقمع والبطش والتقتيل والتعذيب المدني الصحراوي من طرف قوات الاحتلال في المملكة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة. أمام كل هذا وجهت رسالة اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن من طرف كل المشاركين كتنظيمات طلابية ومجتمع مدني تحت اتحاد المغرب العربي إلى الأمين العام والأمم المتحدة باش تأخذ مسؤوليتها اللي وضحت لها التعنت، وضحت لها خلق الأوراق والتملص عن الشرعية الدولية، ولتمكين الشعب الصحراوي من يستحقوا المشروع في تغيير المصير عبر الاستعمار العالمي. بالعودة إلى موضوع هناك مساعدات يقال أنها هناك مساعدات للإمام ما هي؟ مساعدات إنسانية ضحايا، ولكنها لا تصل لن نسمع عنها في الانطلاقة، لكن فيما يخص الجزائر موقف الجزائر في المساعدات الإنسانية إنها لوجه الله، لا نريد الجزاء ولا شكرا، وعلى هذا الأساس كدولة لا تشعر، لأن الشعب الصحراوي يحيى الذكرى الأربعين للدفاع المسلح مش ثورة خبز، بل هي ثورة أحرار، ثورة شرفاء، ثورة مبادئ، ثورة قيم تتحرك، ثورة كرامة من أجل الحرية والاستقلال واسترجاع أرض أجدادهم. ولكن ظروفهم صعبة من جراء الاحتلال، وجودهم في مخيمات اللجوء، تشردهم يخلي أن لابد من إعانتهم ودعمهم، والشعب الجزائري ما يقصرش، لأن احنا كذلك حسينا بهذه الجمرة وعشنا في اللجوء، ولهذا نقدم كل الدعم إلى الإنسان فيما يخص الجزائر. كل المساعدات يتقدمها الجزائر كحكومة وكدولة وكهلال أحمر جزائري وكبعد شعب مدني، فهي توصل آخرها بمناسبة ذكرى 40 يوم 10 ماي قافلة إنسانية كبيرة دعم مواطنة وصلت إلى الشعب الصحراوي. أما فيه الآن عجز في تغطية كل احتياجات الشعب الصحراوي، لأن الإعانات اللي كانت توصل لأوروبا وإسبانيا نظرا للأزمة الاقتصادية ما عادش توصل بالحجم اللي كانت توصل إليه، وهذا العجز علينا كلنا أن نتقاسم لمعالجته. أما فيما يخص احنا كشعب جزائري حتى في وقت الصعوبات كنا دائما نقدم الدعم، ما بالك اليوم فإذا عندنا خبزة واحدة يعني بمفهوم يعني للشعب الجزائري نقصوها مع الإخوان الصحراويين حتى الحرية والاستقلال. كلمة فقط حول الحكم الصادر على بخصوص قضية ضد الإسلام والأخوة التي يمكن عليه السجن لمدة 6 سنوات.
على أيام قليلة سنحتفل باليوم العالمي للطفل، يوم أول جوان، و15 من بعد يوم 16 جوان يوم الطفل الإفريقي. و يعني مواطن وكأب وكجد يعني نحس بالألم عندما يعني نقيس طفل مثل هذا، ونحاول أننا نلف ونهرب من الحقيقة ونتملص من الشرعية ونغطي الشمس الغربان بوجود مثل هذه التصرفات اللي يغطي بها شيء أو نريد أن نستفز بها الجزائر النوفمبرية. وهذه مش استفزاز وحيد، يعني اليوم يعني عيب كبير، ان غير اخلاقي اننا نستغل البراءة